السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا دايما طيبين وبخير. قبل أي شيء اوعى تنسوا تصلوا على حبيبكم المصطفى وتذكروا اسم الله في التعليقات. طبعا احنا لسه في السلسلة بتاعتنا اللي بتخص العشر الأوائل من ذي الحجة. احنا يا جماعة كل سنة في العشر الأوائل من ذي الحجة نقعد نقول أكيد بإذن الله احنا هنلتزم أكتر، أكيد هنقرب من ربنا، أكيد الأيام دي هتكون مختلفة. كلنا بلا استثناء. أنا بذكر نفسي وبذكركم، ونلاقي نفسنا بعد كام يوم نلاقي نفسنا اتشغلنا ورجعنا زي الأول ويمكن أسوأ كمان. مع إن يا جماعة دي أعظم أيام الدنيا عند ربنا سبحانه وتعالى. أيام النبي عليه الصلاة والسلام قال عنها إن العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أي أيام تانية. تخيل كده معايا إن ذكر بسيط أو دعوة طالعة من قلبك أو ركعتين في الأيام دي ممكن يكونوا أحب إلى الله سبحانه وتعالى من أعمال كتير جدا في أيام غيرها. الصحابة رضي الله عنهم كانوا فاهمين ده كويس قوي، كانوا كده بيستقبلوا الأيام دي بطريقة مختلفة تماما عننا. ما كانوش بيدخلوا العشر عادي كده، لا كانوا بيحضروا قلوبهم الأول، لأنهم عرفوا إن ربنا مش بينظر لكثرة الكلام ولا كثرة المظاهر، لكن بينظر للقلب. أول حاجة كانوا يعملوها هي التوبة. كانوا يحاولوا يدخلوا الأيام دي وقلوبهم نظيفة، يستغفروا كتير، يبعدوا عن أي ذنب يتقل قلوبهم. لأن الإنسان يا جماعة لما بيكتر من الذنوب بيحس سبحان الله بثقل في الطاعة، بيحس إن الصلاة تقيلة، القرآن تقيل، الدعاء ملوش روح. لكن لما القلب بيهدى ويقرب من ربنا سبحان الله الطاعة نفسها بتبقى راحة. كانوا كمان بيفرحوا جدا بالمواسم دي، يمكن أكتر من فرحتهم بالأعياد وبالدنيا، لأن هم كانوا عارفين إنها فرصة عظيمة للمغفرة. إحنا بقى دلوقتي للأسف بقينا بنستقبل الأيام العظيمة دي بانشغال وموبايل وسهر وكلام كتير. لكن هم كانوا بيحاولوا يخففوا عن أي حاجة تبعدهم عن ربنا. حتى الذكر كان مالي حياتهم، التكبيرات كانت بتتسمع في البيوت وفي الطرق وفي الأسواق. الواحد كان طول ما هو ماشي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تخيل الجمال، تخيل الروح الجميلة دي. الناس كلها لسانها مشغول بذكر ربنا، مش أخبار الناس ولا المقارنات ولا التفاهات اللي احنا بنسمعها دلوقتي. وكان كمان القرآن عندهم مختلف، ما كانش مجرد ورد وخلاص، لا كانوا بيعيشوا معانيه فعلا. آية تخوفهم وتبكيهم، وآية رحمة تطمن قلوبهم. كان الدعاء عندهم حاجة عظيمة جدا، لأنهم كانوا طبعا واثقين إن ربنا سبحانه وتعالى سامع ومطلع. احنا أحيانا يا جماعة المشكلة إن احنا بندعي بلساننا، لكن تلاقي جوانا يأس، تلاقي جوانا استعجال. الصحابة بقى ما كانوش كده خالص، لا كانوا عارفين إن الكريم سبحانه وتعالى ما بيردش عبد لجأ له أبدا، بس لما بيكون بصدق. كانوا بيجتهدوا في الطاعة، لكن في نفس الوقت قلوبهم مليانة خوف، بيخافوا كتير جدا ان العمل ما يتقبلش مع ان اعمالهم كانت عظيمة. احنا بقى احيانا نعمل القليل ونضمن نفسنا. سبحان الله. الفرق الحقيقي يا جماعة ما كانش في كتر الاعمال بس، الفرق كان في القلوب الصادقة. وده اللي احنا محتاجين نعمله. العبرة مش انك تعمل جدول مستحيل وتتعب نفسك وتوقف بعد يومين او ثلاثة، لا العبرة انك تدخل الايام دي بقلب صادق، حتى لو عمل بسيط، ركعتين بصدق، استغفار من القلب، دعوة وانت مكسور قدام ربنا. ممكن كل ده يغير حياتك كلها. ويمكن اكتر حاجة كانت مميزة كمان الصحابة انهم ما كانوش منتظرين الطاعة تحسسهم بالمزاج الحلو الاول، لا كانوا بيجاهدوا نفسهم لان هم فاهمين ان النفس بطبعها بتتكاسل. احنا بقى دلوقتي اول ما نحس بشوية فتور كده نسيب كل حاجة، مع ان اوقات كتير جدا الثبات نفسه عبادة عظيمة. ربنا بيحب العبد اللي يرجع له كل مرة حتى لو وقع 1000 مرة. علشان كده لو نفسك تعيش العشرة دول بشكل مختلف ما تحملش نفسك فوق طاقتها. ابدأ بحاجات بسيطة بس تقدر تكمل عليها. حافظ على صلاتك، كتر من الذكر، افتح القرآن حتى لو صفحات قليلة، ادعي ربنا كتير جدا. اوعى تستهون بأي عمل صغير. يمكن سبحان الله واحدة بس من الأعمال دي بصدق تسبق أعمال كبيرة جدا. يمكن دعوة في آخر الليل تكون سبب إن حياتك تتغير كلها. يمكن استغفار يمحي ذنوب سنين كتير. احنا يا جماعة مش محتاجين نبقى كاملين علشان نقرب من ربنا، احنا محتاجين نكون صادقين. وصدقني أسوأ حاجة ممكن تحصل إن الأيام العظيمة دي تعدي وإحنا زي ما إحنا
نفس الغفلة، نفس البعد، نفس القسوة. لكن أجمل حاجة إن العشرة دي تكون بداية جديدة فعلا، بداية بينك وبين ربنا، بداية لقلبك، بداية هادية، روح أقرب، حياة فيها طمأنينة أكتر. علشان كده بالله عليك اوعى تضيع الأيام دي. مين عالم يمكن تكون دي فرصتنا مع ربنا علشان يفتح لنا باب احنا مكناش نتخيله أصلا. يمكن دعوة واحدة فيها تكون سبب سعادتنا في الدنيا والآخرة إن شاء الله. اوعوا يا جماعة تنسوا فضل الأيام دي. حاولوا على قد ما تقدروا تعملوا ربنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت، حتى لو حاجات قليلة بس دوم عليها بصدق. لو أنت وصلت لحد هنا اوعى تنسى تذكر اسم الله وتصلي على حبيبك المصطفى. شكرا جدا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.